الزمالك بيكسب بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بركلات الترجيح. الزمالك كسب وصعد للنهائي عشان يقابل الاهلي في يوم الخميس القادم في نهائي السوبر المصري. الزمالك كسب رغم ان بيراميدز كان الافضل والاقوى في الاستحواذ وتنقل الكرة والضغط. انما المباريات اللي زي ديت الخبرات واداء اللعيبه ورجوله اللعيبه في الملعب بتفرق في ماتشات زي ديت. طبعا الزمالك كسب بركلات الحظ الترجيحيه، ورغم ان برضك الاستحواذ والضغط والقوي لبيراميدز، بس برضك الفرص قليله من الفرقتين، مفيش فرص كتير قويه للفرقتين موجوده في الماتش. جوميز اضطر ان هو يخش المباراه ديت بنفس الاسلوب بتاعه اللي بيلعب بيه بالخطه 4 2 3 1. اضطر ان هو يغير تغييرتين في تشكيل الفريق اضطراريين: اصابه نبيل عماد دونجا وعمر جابر، فدخل زياد كمال مكان دونجا، ومحمد شحاته رجعه كباك رايت تاني مكان عمر جابر. بدأ بعواد حارس مرمى، ضموا اتنين سنتر باكات: حمزة المسلوسي، حسام مجيد. باك ليفت محمود بن طيب، باك رايت محمد شحاته، مركز ستة زياد كمال زي ما قلنا. قدامه مركز 8 عبد الله السعيد، قدامه مركز 10 ناصر ماهر. وينج رايت احمد سيد زيزو، وينج ليفت مصطفى شلبي، مهاجم صريح سيف الدين الجزيري. كعادة جوميز هو بيفضل ان هو يشتغل شغل بناء الهجمة المنظمة، اضطراب بالكرة من نص ملعب الزمالك، تدرج بالكرة. بس الزمالك في الماتش دوت عانى كتير في اسلوب اللعب بتاعه لأكتر من سبب. أول حاجة طبعا الضغط المنظم العالي اللي عامله بيراميدز على مفاتيح اللعب أو الطلاب اللي هم بيطلعوا الكرة من دفاع نادي الزمالك: محمود بن طيب، محمد شحاتة، وعلى زياد كمال المفروض هو نبيل مكان دونجا. زائد ان زياد كمال ما عندوش الملكه بتاعت دونجا ان هو يستلم تحت ضغط، وانه يعرف يلف بالكوره، وانه يعرف يطلع الكوره من نص ملعب الزمالك. دونجا كان مميز في الحته دي ان هو يبدا يستلم ويلف ويروح ويبص ويلعب الكور القطريه لعبد الله السعيد، لناصر ماهر، زيزو، ايا كان، او يلعب مع خط الدفاع بتاعه لغايه ما يطلع بالكوره. زياد كمال الضغط عليه مرتين ثلاثه في الشوط الاولاني، اتقطع منه الكوره. جوميز يعني ايه، خلاص بقى مش هيخاطر باكتر من كده، قام منزل عبد الله السعيد هو اللي يستلم بين قلبين الدفاع كمركز ستة، وزاد زياد كمال قدام شويه. اصبح ان الحته بتاعت مركز 8 في بدايه السنه ديت بقت فاضيه، ناصر ماهر بقى قايم له الدور لوحده بينزل 8 و10. فحس ان في فراغ حصل في المنطقه اللي هي بين الربط بين خط نص الزمالك الدفاعي والهجومي، ان عبد الله السعيد رجع ورا. دي من ضمن الاسباب اللي احنا الزمالك ما عرفش يشتغل الشغل بتاعه بتاع الهجمه المنظمه. زائد ان انت بيراميدز عامل ضغط على محمود بن طايق بصديق الجونه بسرعاته، راميه على طول على طول وراه. فبرضك الشغل اللي كان بن طايق بيعمله في ماتش الاهلي ان هو بيخش عمق الملعب ويطلع وينطلق ويلعب كمركز سته، لقى صعوبه كتير قوي ان هو البيراميدز عرف يكتف الزمالك. زائد ان انت برضك غياب عناصر مهمه زي عمر جابر ودونجا اثرت كتير على شغل الزمالك في بناء الهجمه. قلنا رغم الاستحواذ لبيراميدز التفوق على الزمالك فيه، وعدد تمريرات التفوق على الزمالك فيه، لضعف خط نص الزمالك في عدم وجود دونجا، والضغط العالي او ما فيش ضغط شرس من لعيبه الزمالك على لعيبه بيراميدز. الا ان برضك ان احنا ما شفناش فرص خطره كتير على عواد. خط دفاع الزمالك كان شايل، محمود بن طيب كان دفاعيا هايل مع حسام مجيد و... ومسلوسي. اقلهم محمد شحاته، لان ابراهيم عادل عمل شغل كتير على محمد شحاته، انطلق كتير وجاب هدف، والهدف بدايه بغلطه من محمد شحاته. وبعد كده خطأ مشترك بين عبد الله السعيد وزياد كمال. زائد ان هو الجون اللي جه واتلغى في الاخر، ان انت زياد كمال ان محمد شحاته المفروض هو اللي مغطي مع اوباما. عندك برضك من ضمن المشاكل برضك اللي قللت فرص الزمالك في بناء الهجمه وطلوع بالكوره: سوء حاله مصطفى شلبي. مصطفى شلبي تروح الكوره عنده بيلف ويدور، ولعبه واحده محفوظه وماسك الخط، وبعد كده انت ماسك الكره جات لك هنا المفروض تفتح لعب الناحيه تاني ولافف وراجع تاني من نفس المنطقه. حاله لمصطفى شلبي لازم يفوق نفسه. انت معلش يعني الجمهور مش هيصبر عليك كتير، احنا الجمهور بيدعمك، بس انت
مفيش تطوير من ادائك. انت بتلعب كل 10 ماتشات ماتش حلو، فلازم تراجع نفسك كتير، تراجع نفسك كتير يا مصطفى شلبي، لان انت من ضمن الاسباب ان انت الزمالك كان فاقد الجنب الشمال خالص. زائد ان احمد سيد زيزو عنده مشكله اتكلمت فيها اكتر من مره. اللعيب الوحيد اللي في الزمالك اللي تروح له الكوره ما يعرفش يلعب من نفسه واحده. احمد سيد زيزو تروح له الكوره لازم يجيب يمين ويجيب شمال، يخش عمق الملعب، يرجع تاني على اليمين. عنده مشكله في اللعب من لمسه واحده، اللعب السريع. الكوره تروح له، الهجمه المنظمه السريعه بتقف عند احمد سيد زيزو، دي مشكله. زائد ان هو برضك ان هو المسانده الدفاعيه لمحمد شحاته قليله عند احمد سيد زيزو، فكان اختراقات الجنب الشمال بتاع بيراميدز اللي هو اليمين بتاع الزمالك كان كتير بسبب عدم مسانده احمد سيد زيزو. انا ممكن متفهم ان هو عنده ارهاق، تلاحم مواسم، اكتر واحد لعب في الزمالك مباريات سواء مع الزمالك او منتخب هو احمد سيد زيزو. بس برضك الماتشات دي مش محتاجه يعني غلطه خلاص انت بتخسر البطوله. جات لك فرصتين ثلاثه في الماتش ما عرفتش تعمل معاهم برضك، رغم دي كوره كزيزو. فنتمنى ان تدارك الموضوع دوت. رغم من سوء الاداء بس في لعبه مكرره اتعملت في الماتش دوت، اللي احنا اللي هو زيزو بيشتغل عليها كتير قوي مع جوميز. ان هو زيزو بعد ما بينزل ناصر ماهر وعبد الله السعيد لنص ملعب الزمالك عشان يستلموا الكوره، زيزو بيخش لعمق الملعب بيلعب كمركز 10 او بيخش مهاجم تاني. شفنا كذا مره يستلم الكوره قدام منطقه جزاء البيراميدز، او يخش منطقه جزاء بيراميدز كمهاجم تاني مع سيف الدين جزيري، وجات له فرص كتير. اكتر فرص جات للزمالك كانت لزيزو. مش لاك لما نزل اشتغلوا عليه على سرعته، راح بتلات اربع كور محدش ما استغلهاش. من ضمن الكور اللي الزمالك كان بيشتغل عليها برضك العرضيات اللي هي كانت معظمها من جنب اليمين. احنا قلنا بن دايك هجوميا كان اقل، مشفناش عرضيات خالص من بن دايك، هي انطلاقه واحده بس راح بيها انفراد وحسبت اوف سايد بعد كده. كل العرضيات كانت من ناحيه اليمين، كل العرضيات بتتلعب جوميز بيلعب على العرض الاولاني، لان انت اصلا كده كده ما عندكش المهاجم الهيدرز القوي اللي يعرف يطلع مع المدافعين اصحاب القامات الطويله. احنا ضعاف فهو بيلعب الكوره على القريبه، كل الاوفرات هتلاقي ملعوبه على القريبه، ان المهاجم يخطف يحرز جون زي اللي ناصر ماهر جابه في الاهلي. فهو بيلعب على القريبه لان انت ما عندك احمد سامي ومحمود مرعي الاثنين طوال، هتلعب في الكرات العاليه ما حدش هيعرف ياخد منهم كور عاليه، فبيلعب كل معظم الكره على القريبه. بس للاسف انت ما عندكش اللعيب اللي يعرف يخطف على القريبه. جزيري على طول رامي نفسه على البعيده، رامي نفسه على البعيده، حتى الجون اللي جه شوف عدت يعني هو ناصر ماهر مهاره من ناصر ماهر، عدى باثنين لعيبه بيراميدز، عدى لاعب الكوره، عدت من احمد سامي، عدت من الشناوي، عدت من محمود مرعي، كل ده كانت ممكن الكوره تخبط فيهم. وسيف الجزيري مختار ابعد نقطه اللي هي اصعب نقطه عشان الكوره توصل لها. الطبيعي المفروض الطبيعي الصح اللي هي الاحق ان هو يجي على القريبه، يخطف على القريبه وتبقى هدف صحيح. قلنا بن دايك اتضغط عليه ما عرفش يطلع بالهجمه المنظمه اللي كان بيعملها الزمالك، لان ضاغطين عليه بصديق جوله ومعاهم الشيبي اللي هو من افضل باكات اليمين موجوده في مصر عامه، الدوري المصري. الزمالك ادى اداء متوسط، تغييرات جوميز كانت متاخره، بس من بعد المباراه كده اثبت الزمالك ان السكواد ضعيف بتاع الزمالك، في خلل، في نقص. لان انت المفروض انت دونجا غاب، مش عارفين نلاقي البديل بتاع دونجا. عمر جابر غاب، مش لاقيين البديل بتاع عمر جابر. تمام، ما عندكش مهاجم شرس يلتحم في الكرات الهوائيه، يلتحم جوه الصندوق، يبقى محطه للفرقه يطلعها. زائد ان انت برضك رغم ان مشلاك عمل كم انطلاقه، بس برضك انت محتاج وينج شمال قوي مهاري يعرف يخش منطقه جزاء الخصم، يلعب كمهاجم تاني زي زيزو كده ما بيعمل مع الجزيري. فانت دي رساله لمجلس اداره الزمالك قبل الانتهاء فتره القيد بتاعت الصيفيه. انت محتاج على الاقل تجيب من 2 ل3 لعيبه تسد المراكز اللي انت محتاجها قوي، وعندك يناير تكمل. بس فعلا الزمالك لان انت دونجا وعمر جابر لما 2 لعيبه نقصوا من الفرقه، الزمالك بلا هويه في الملعب، مش قادر يلعب اللعب بتاعه. اتمنى مجلس الاداره يتدارك الموقف دوت ونلحق نجيب على الاقل صفقتين 3 قبل انتهاء فتره القيد، وان شاء الله السوبر زملكاوي.